ما كنت أحسب أن الخبز فاكهة حتى نزلت بعباد بن منصور الحابس الروث في أعفاج بغلته خوفا على الروث من نقر العصافير. قال أبو حنيفة رحمه الله: لما رأيت الشيب قد نزل وبان مني الشباب فارتحل أحسست بالموت فانكسرت له وكل حي يوافق الأجل كم صاحب لي كان يؤنسني فأصبح تحت التراب منجدلا لا يسمع الصوت إن هتفت به ولا يرد الجواب إن سئلا لو خلد الله فاعلموا رجلا لخلد الأنبياء والرسل. هذه رسالة أرسلها إلى ذلك الذي يمن. قالت العرب في شعرها: وصاحب سبقت منه إلي يد راثت عليه وكافاني فعاداني لما تيقن أن الدهر حاربني أبدى الندامة فيما كان أولاني أفسدت بالمن ما أسديت من نعم ليس الكريم إذا أسدى بمنان. قال عربي قديما في سياق البخل والبخلاء: اغسل يديك بأشنان ونقها غسل الجنابة من معروف عثمان واسلح على كل عثمان مررت به إلا الخليفة عثمان بن عفان قد يبتغي المدح أقوام بمالهم لكن عثمان يبغيه بالمجان والناس أكيس من أن يمدحوا رجلا حتى يروا عنده آثار إحسان. يا أخت كندة ليس الرزق في يده الرزق في يد من لو شاء أعطاني. وقال الطائي وهو في حالة تذمر من علم العروض: لولا الإله وأنني متحرج متورع للعنت قبر خليلي أنشأ مسائل في العروض يبينها من فاعل ومفاعل وفعول ما كانت الشعراء تعرف قبلها من فاعل أبدا ولا مفعول. وقالت العرب في الذي يغتر بصوته يظن أن صوته جميلا. قال أحدهم يحكي حاله مع أحد من هؤلاء: ظل يغني فظلت أبكي أنتشف الدمعة بالعمامة قال أتعشقت فقلت كلا لست من الحب في قلامة صوتك هذا الذي سمعنا ذكرني صيحة يوم القيامة. وتقول العرب في الذي يمنع الماعون ولا يسدي خيره لأصحابه وذويه وجيرانه، كما أنشأ الوليد بن بكر الأندلسي قال: لو أن قصرك يا ابن أغلب ممتل إبرا على سعة الفضا والمنزل وأتاك يوسف يستعيرك إبرة ليخيط قد قميصه لم تفعل. يقول أحد العرب في من يبخل عن ضيفه قال: ما كنت أحسب أن الخبز فاكهة حتى نزلت بعباد بن منصور الحابس الروث في أعفاج بغلته خوفا على الروث من نقر العصافير. وقال آخر يصف بخل رجل بخيل: رغيف سعيد عنده عدل نفسه يرقصه طورا وطورا يلاعبه ويحمله في حضنه ويشمه
وينصبه قدامه ويخاطبه، ويبكي عليه إن شكى الجوع أهله، وإن كسروه قام بالويل نادبه، وإن مر مسكين على باب داره فقد ثكلته أمه وأقاربه، يصب عليه البول من كل جانب، ويخضد ساقاه وينتف شاربه، رأى الصيف مكتوبا فظن بأنه لتصحيفه ضيف فقام يواثبه. ويقول أحد العرب وقد سمع صوت امرأة أعجبه فظن أنها مثل صوتها، فقال: سمعت ورائي بالمحصب من منن كلاما رقيقا خلف ستر إلى جنبي، فلما بدت كبرت من قبح وجهها وقلت لها: الساجور خير من الكلب، يعني سلسلة الكلب أفضل من الكلب. وقال البحتري في تقلب الأصحاب: وأسلمني الزمان إلى أناس وجوههم وأيديهم حديد، لهم حلل حسن فهن بيض، وأفعال سمجن فهن سود، وأخلاق البغال فكل يوم يعن لبعضهم خلق جديد. وكذلك تكلمت العرب عن بخر الفم، وهو الرائحة الكريهة التي تنبعث من فم لا يعتاد صاحبه على غسل فمه. من أجود ما قيل في البخر لأبي إسحاق الصابي قال: مضغ الأزدي للهرة خبزا فرماها، فدنت منه شمته ظنته خطاها. وعادة ما تقترن الغباوة بالوساخة، لذلك قال علي بن يوسف الهمداني: رأيت في رأس عباس قلنسوة عساكر القمل تمشي في نواحيها، إن المعلم لا تخفى حماقته ولو تقلس بالدنيا وما فيها. أما أقوال العرب في التنمر وهم يتنمرون على بعضهم فهذه عينة من ذلك. قال آخر في شخص ذهبت إحدى عينيه، قال: طاهر قلل كسبي لعن الرحمن طاهر، وجهه نصف خراب وسوى ذاك عامر، لو تراه قلت هذا من شياطين المقابر. وقال أحد العرب وهو ينتقد بعض الساسة من الوزراء، قال: عصائب أصبحوا بالملك لاهية، صاروا وجوها وكانوا قبل أستاها، منهم سعيد وسعدان وساعدة، سبحان من فضح الدنيا وأخزاها. وينشد ناصر بن منصور يظهر الذكاء العاطفي للعرب، قال: ولست بواصف أبدا حبيبا أعرضه لأهواء الرجال، كأني أطلب الشركاء فيه وآمن فيه أحداث الليالي، وما بالي أشوق عين غيري إليه ودونه ستر الحجال. يقول أحد العرب وهو يتغزل بمحبوبته: أحب من حبكم من كان يشبهكم، حتى لقد صرت أهوى الشمس والقمر، أمر بالحجر القاسي فألثمه، لأن قلبك قاس يشبه الحجر. ويقول آخر: يا ممرضي بجفون عينيك داوني، بعقيقتين على صماط ثغوري، إن لم تزرني اليوم مت بغصتي، أحضر غدا لجنازة المقبور. قال النجاشي الحارثي وهو يهجو أهل الكوفة في ذلكم الزمن، قال: إذا سقى الله أرضا صوب غادية، فلا سقى الله أهل الكوفة المطر، السارقين إذا ما جن ليلهم، والدارسين
إذا ما أصبحوا السورا والتاركين على طهر نساءهم والناكحين بشطي دجلة البقرة. ومن الطرائف أنه كتب ابن الكلبي بخبر إلى المتوكل أن المعروف بابن المغربي القائد قد اجتاز البارحة بالجسر وهو سكران، فشخر ونخر وبربر وزمجر وجرجر وبأبأ بفيه وخرق الشريحة ومر منصلتا وقال: أنا الكركد فاعرفوني، يعني يعربد. فضحك المتوكل حتى استلقى وقال: قد عرفنا ما كتب به البغيض إلا حرفا واحدا فعلي به. فلما جاء قال: ما معنى قولك بأبأ بفيه؟ قال: يا مولاي لما توسط الجسر قال بفيه بب بب. قال له المتوكل: انصرف في غير حفظ الله. مشاهدين الكرام، إلى هنا تنتهي هذه المادة. لا تنسوا الدعم، والسلام عليكم.